حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله غادي في السوق، غيشوف واحد الشاب منور. كيف أصبحت يا حارثة؟ أصبحت مؤمنا حقا. غيقول له سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله: انظر ماذا تقول، لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ غيبقى يفسر سيدنا حارثة: عزفت نفسي عن الدنيا، سهرت ليلي وأظمأت نهاري. هي وش النتيجة؟ وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وأهل النار يتعاون أو يتدابرون، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة. شنو غيقول له سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله؟ رجل نور الله قلبه بالإيمان، لا إله إلا الله. عرفت؟ فالزم. شوف هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كيفاش بغى يخرج لنا من هذا الشاب هذا واحد الآليات ديال تمثل اليقين. كيفاش أن هذا الصحابي في سن العنفوان غادي يجاهد النفس ديالو بذكر الله عز وجل وبصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيها من أنوار وبركات وأسرار وعطايا الله سبحانه وتعالى ليصل إلى هذا المقام. تقولوا له مقام المشاهدة أو لا مقام المعرفة كما عرف سيدنا رسول الله في آخر الحديث: عرفت فالزم. هذا المقام هذا هو حقيقة اليقين، هو كيشوف بعينيه داك الشيء اللي وعدوا به الله سبحانه وتعالى. وصولا إلى هذه المحطة نحن نتدرج في واحد الدرجات، وحنا موعودين بواحد الوعد الله سبحانه وتعالى، ولا نمل من تكراره، ونبقاو نعاودوه إلى أن يحققه الله سبحانه وتعالى أو ليثبت في عقول الناس. هذا الوعد الله سبحانه وتعالى واللي سطرنا الله عز وجل في سورة الإسراء، وسطرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الخلافة. هادو جوج الحويجات خاص يكون عندي فيهم واحد اليقين، يقين قطعي بأن ربي سبحانه وتعالى يسوق الكون إليه ما سوقا أو لا إليه، لأنه وعد واحد. مهما ظلمت قدامنا الأمور وبقى كيبان بأن الأفق أسود، فغيخرج واحد شوية ديال النور في وسط الظلمة بإذن الله تعالى وينور الكون. معنا واحد الرجل كيتسمى سلطان العلماء العز بن عبد السلام. هذا سبحان الله من القصة ديالو كتشرب منه اليقين ديال الناس اللي عاشوا ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالطوا الدنيا والفتن وكل شيء، ولكن كيفاش تشربوا هذا اليقين؟ سلطان العلماء جا في زمان الممالك مجموعة ديال العبيد وصلوا بواحد الثورة للحكم. هو بما أنه رجل زمانه قال: ما يمكنكمش تحكمونا وانتم عبيد، وشنو الحل؟ خاصكم تخرجوا لسوق النخاسة وتتباعوا، شريوا الأنفس ديالكم ورجعوا ديك الساعة لشدة الحكم. ما وافقولوش، بل أنهم بغاو يحاربوه. هز حوايجو وخرج من المدينة، تبعته الأمة كاملة. كانت قومة عظيمة من القومات في تاريخ الإسلام أن يقوم